ابنك كبر وصار الوقت اللي انت طول الوقت مستنيتيه انه هو يشيل الدايبر يبدا يعمل بوتي تريننج، في اكثر من خطوه لازم تنتبهي عليها. من النقاط المهمه انه في اشياء وعلامات بتظهر على الطفل عندها لازم تعرفي انه الطفل صار جاهز نوعا ما انه هو يبدا فكره البوتي تريننج. من النقاط هاي انه الطفل يبطل يكون وقت طول الوقت، يعني لازم يكون عدى ساعتين ثلاثه انه هو دراي. الطفل عنده اويرنس ما بين الفرق ما بين الدراي والويت والديرتي. كمان نقطه انه الطفل هون لازم يكون حاسس بانه الموضوع بالنسبه له بدا يكون ديسكاستنج، فهو يصير يشدك من ايدك، يعمل حركات يورجيكي انه هو حابب يعمل هذا الشيء. هلا في اكثر من نقطه لازم برضه نحطها بعين الاعتبار، انه الطفل لما نختار انه نحن نعمل هذا الموضوع معه ما يكون في اكثر من تغيير طارئ على حياته. يعني ما تطلبي انك انت تنزليه حضانه وتعملي معاه البوتي تريننج وبدك تطلعي فيه مصيف، يعني ما يكون كل الاشياء في نفس الوقت. اختاري تغيير للطفل هذا وركزي معاه عشان تقدري توصلي لنتيجه سريعه ومرضيه بالنسبه لإلك. وفي نقطه كمان انه انت لما بدك تيجي تعملي هذا البروجرس مع ابنك والبروسيس تبعيت البوتي تريننج، في وقت من الاوقات هو رح يكون ريزيستنج، ممكن يعمل اشياء عشان يعاندك ويحسسك بانه هو ريزيست الموضوع اساسا. هون لازم يكون في تحكم كثير كبير بطريقتك بكلامك، انك انت ما تظهري له غضبك للطفل فهو يخاف او يتخض فترجعي تعيدي كل الموضوع من الاول. في نقطه كمان اساسيه انه الاولاد والاطفال البنات بيفرقوا عن بعض. البنات في هذا الموضوع اسرع مقارنه بالاولاد، واولادك مختلفين عن اولاد الناس اللي حواليكي. ما معناها انه انت العمر لازم تاخديه او تسمعيه من الناس اللي حواليكي، لا، انت لازم تكوني منتبهه وعارفه الوقت المناسب لاولادك بغض النظر عن كلام الناس وكلام المجتمع. علميا شو هو الاجابه المناسبه للطفل؟ تبدا الاجابه من 2 ل3 سنين حسب العلامات اللي حكينا عليها في الفيديو. ابنك كل يوم في شيء جديد رح تحاولي انك انت تقدمي له اياه وتعلميه وانك انت تزرعيه بطريقه صح عشان توصلي لنتيجه مرضيه. فاليوم حكينا لك عن موضوع البوتي تريننج، استنينا بمواضيع كثير شيقه في الحلقات الجايه معاكي خطوه في خطوه دائما.